يا صباح الورد والفل والياسمين على عيون الحلوين. صباح الخير. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما بإذن الله. يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، واللي يصلي على الحبيب أبدا لا يخيب. نهاركم سعيد إن شاء الله. ربنا يجعل يومكم مليان بالحب والخير والتفاؤل والأمل وراحة البال. وما تنسوش تدعوا لوالدي وموتانا أجمعين يا رب العالمين. وحشتوني وحشتوني وكمان مرة وحشتوني. إن شاء الله ما تحرم منكم أبدا ولا تتحرموا مني أبدا. قولوا إن شاء الله. أول حاجة يا حبايب قلب، النهاردة أنا عملت ليا كده كوباية كافي ميكس كده، وقلت أما أطلع كده أشربها في البلكونة في الهوا كده ونشوف أخبار الجو النهاردة عامل إيه. وطبعًا مش هاقعد أقول لكم كتير، عايزين نمشي على نظام غذائي صحّي جميل في الشتا ده، علشان أمّا نخرج كده من الشتا ما نكونش زايدين كده في الوزن، لإن جوع الشتا ده يا ستار يا رب مش عايزة أقول لكم عامل إزاي، حاجة بجد حاجة صعبة، جوع الشتا ده بيبقى فظيع. إحنا النهاردة بقى عايزين كده شوية نشاط وحيوية وطاقة إيجابية، وعايزين كمان حماس، يعني مش عايزين كسل خالص، وعايزين نقول للكسل كده باي باي ونقول للطاقة الإيجابية نورينا كده وشرفينا. ولو انت لسه نايمة قومي يلا بقى من تحت البطانية كده وفتحي الشبابيك بتاعتك، واعملي لك كده فنجان قهوة أو كوباية كابتشينو أو أي مشروب انت بتحبيه، وقومي كده افطري حاجة بسيطة كده وشوفي اللي وراكي وشوفي انت هتعملي ايه كده في يومك. وطول ما انتِ بتشوفي اللي وراكِ ربنا هيديكِ الصحة، وهيديكِ كمان الصبر على الشغل، لإن في ناس سبحان الله ما عندهاش صبر على الشغل خالص. فإن شاء الله طول ما انتِ ناوية الخير وناوية إن انتِ تعملي اللي وراكِ بكل حب كده، إن شاء الله ربنا هيعينِك وهيقويكِ يا حبيبتي. والله يا جماعة ساعات الواحد بيقوم الصبح مش قادر يعمل أي حاجة خالص، وبيبقى عامل زي المتكتف كده. بس سبحان الله أول ما بتتحركي كده وبتدعي ربنا إن هو يعينني كده ويقويني على خدمة ولادي، والله يا جماعة بنسى أي حاجة وبنسى أي تعب فيا سبحان الله. وخصوصا إن أنا عندي ولدين، ربنا ما رزقنيش ببنات، علشان كده أنا اللي بعمل كل حاجة بنفسي. الحمد لله على كل حال. أهم حاجة أهم حاجة تعملي الحاجة بتاعتك كده بحب، علشان انت لو عملتيها بحب هتحسي بسعادة وفرحة كده وانت بتعمليها لولادك، والشغل مش هياخد منك وقت خالص. لكن لو ما عملتيش الحاجة بحب مش هتعمليها، ولو عملتيها هتبقى تقيلة كده على قلبك، وكمان بتعمليها كده وانتي قرفانة مثلا أو زعلانة. فلازم تعرفي إن ده بيتك ودي مملكتك ودي حاجتك وده مطبخك، وانتي اللي بتعملي كل حاجة وانتي اللي بتشرفي على كل حاجة. فلازم تحبي مطبخك وتحبي بيتك وتحبي نفسك وتحبي الحاجة اللي انت بتعمليها كمان، علشان تعيشي حتى تعيشي مرتاحة نفسيا. انت عارفة يا حبيبتي، انت لو كرهتي شقتك او كرهتي مطبخك عمرك ما هتعرفي تعملي اي حاجة خالص، ومش هتبقي كمان سعيدة في حياتك، وعمرك ما هترتاحي في حياتك ابدا. فلازم تحبي حياتك بحلوها ومرها، ولازم كمان تسعدي نفسك، ولازم تعرفي ان هي دي سنة الحياة، ومحدش مرتاح على طول ومحدش برضو مبسوط على طول. ولازم تعرفي يا حبيبتي ان الحياة لو كملت والحياة كده بقت بمبي ساعتها تخافي منها على طول، لكن الحياة اللي فيها مشاكل، مشاكل الحياة، ساعتها بقى ما تخافيش من اي حاجة زي دي خالص، لان هي دي سنة الحياة. يعني ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب اللهم امين. فلازم بقى تسعدي نفسك بنفسك، ولو ما سعدتيش نفسك بنفسك فانت الخسرانة. تقدري تسعدي نفسك بأقل الإمكانيات عندك. يعني أنا واحدة من الناس لما بشرب كوباية القهوة، كوباية القهوة بتسعدني، لما باكل قطعة شوكولاتة كده بتسعدني، لما بعمل ليا صينية بسبوسة كده وتطلع حلوة كده من ايديا واخد منها كده قطعة بتسعدني. يعني اسعدي نفسك بنفسك بأقل الإمكانيات الموجودة عندك، واعرفي ان ربنا موجود وما بينساش حد. واي حاجة انت عشتيها في الحياة من مقاسي، اعرفي ان ربنا ان شاء الله هيجازيك عليها خير، علشان انت صبرتي وتحملتي كمان. واعرفي على قد ما انت صبرتي وتحملتي ان شاء الله ربنا هيوعدك بفرحة كبيرة. فالصبر يا جماعة الصبر حلو قوي. ربنا يسعدكم دنيا واخرة يا رب اللهم امين يا رب العالمين. وتعالوا بقى كده بقى يا حلوين اقول لكم انا بعمل ايه النهاردة. طبعا احنا فطرنا وبعد كده انا قمت بقى علشان اعمل الغدا.
وطبعًا أنا عملته معاكم قبل كده وهاعمله تاني كمان علشان فيه ناس طلبته منّي. طبعًا أنا قطّعت بصلتين كبار كده وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الدقيق ومعلقة كبيرة كمان من النشا ورشّة من الملح، علشان دول بيخلّوا البصل يقرمش معايا، وقلّبتهم كده مع البصل حلو أوي، وحمّرتهم في حلة صغيّرة كده على نار متوسطة فيها شوية زيت حلوين كده. أنا حمّرت البصل الأول علشان الزيت بتاع البصل هاستخدمه للكشري كلّه، لإنه بيدّي طعم حلو كده للكشري معانا. وعلى العين التانية بتاعة البوتاجاز رفعت عليها حلة فيها مَيّة بتغلي، ونزلت فيها بشوية من الزيت وشوية من الملح، وبعد كده هانزل فيها بكيس من المكرونة الصغننة بتاعتنا دي، وبعدها بدقيقة بالضبط هانزل عليهم بكيس من المكرونة الاسباجيتي، وفي نفس الوقت باقلّب البصلة علشان ما تتحرقش منّي. بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو هنزل عليهم بكيس من المكرونه الاسباجيتي. وانا دلوقتي بكسر المكرونه الاسباجيتي بتاعتي لان انا باكلها بالمعلقه ما باكلهاش بالشوكه، فلازم نكسرها كده اما نيجي نعملها في الكشري بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وطبعا طريقه الكشري المصري دي طريقه سهله جدا جدا جدا، وناس كتيره عملتها واتبسطت منها. وعلى فكره الكشري المصري ده اقل حاجه فيه بيرمي معاكي كتير، يعني ما شاء الله الكمية دي ممكن تقضي معاكي مرتين وتلاتة كمان. وطبعا ايدي في المكرونة كل شوية بقلب فيها بالشكل ده زي ما انتم شايفين عشان ما تلزقش مني، وبرضه في نفس الوقت بقلب البصلة علشان كده ما تتحرقش مني. حطيت كده بقية البصل اللي عندي وكده تقريبا المكرونة بتاعتي استوت اهي. هطفي عليها النار وهكمل كده الشغل بتاعي. أخدت المكرونة بتاعتي بعد ما استوت وصفيتها بالشكل ده، وبعد كده هحط عليها كده معلقتين من الزيت وهقلبهم فيها علشان ما تلزقش مني. كده خلاص خلصنا كده المكرونة على جنب وخلصنا كمان البصل بتاعنا كده على جنب. هاجي بقى للصلصة بتاعتي بقى بتاعة الكشري. جبت الطماطم بتاعتي وقطعتها كده وهضربها عندي في الخلاط. وأول حاجة عندي كده حطيت شوية كده من الزيت، الزيت اللي أنا حمرت فيه البصل، وبعد كده هضيف عليه معلقة كبيرة كده من الثوم المفروم. مش هرمي الزيت خالص، اوعي ترمي الزيت لان بيدي للكشري طعم جميل جدا. هنزل بشوية من الزيت كده وبعد كده هضيف كده معلقة كبيرة من الثوم المفروم لغاية لما تتحمر معايا. وبعد كده هنزل عليهم بعصير الطماطم بالشكل ده زي ما انتم شايفين. انا عملت كده شفشقين كده من عصير الطماطم علشان الطماطم تبقى كتيرة كده معايا. وفي نفس الوقت ولعت كده على حمص الشام وعليه كده رشة من الملح ورشة من الكمون. المهم اول ما اي عين بوتاجاز تفضى معايا بقوم حاطه عليها كده اي حاجه عندي من الكشري عشان انجز واخلص كده بسرعه. وبعد كده هنزل عليها بالتوابل بتاعتي ملح كمون فلفل اسود بابريكا كزبره ناشفه، وهديهم تقليبه كده مع بعض وهسيب بقى الطماطم لغايه لما تتسبك معايا خالص. وفي زيت البصل برضو حمرت الشعريه بتاعتي على نار هاديه علشان الشعريه بتتلهف معايا كده على طول. بقلبها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وعندي هنا تقريبا كوباية كده من الرز انا غسلاها غسيل حلو، وهنزل عليها كده بكوباية الرز بالشكل ده وهقلبهم مع بعض تقليبة حلوة. وعندي هنا كمان العدس اللي بجبة انا طبعا نقعاه من بالليل واديته غلوة كده على النار. هنزل بشوية كده من العدس اللي بجبة بالشكل ده، وبعد كده هظبط له المية بتاعته وهظبط له الملح والكمون. وطبعا الرز والعدس اول ما بيشرب المية بهد عليه النار كده على طول واسيبه علشان يستوي براحته. بغطي عليه واسيبه بقى علشان يستوي براحته، ما بكترلوش المية خالص علشان ما يعجنش مني. وهنا خلاص الصلصة بتاعتي كده بقت تمام وزي الفل كده، هطفي بقى عليها النار. وتعالوا بقى نعمل الدقة الحلوة بتاعتنا. حطيت كده شوية كده من الزيت وعليهم معلقة كبيرة من الثوم المفروم وبقلب بالشكل ده. انا مش هحمر الثوم، انا بس الثوم يشم الزيت بس. يا سلام يا سلام على الروايح، شوية دقة انما ايه في الجون. هنزل عليهم كده بقرن من الفلفل الاخضر بالشكل ده وهديله تقليبة كده مع الثوم المفروم.
وهنزل عليهم كمان بربع كوباية من الخل، وكمان كوباية من المية، وطبعا البهارات بتاعتي ملح، شطة، كزبرة ناشفة، فلفل اسود. وكده يا جماعة بقى رسم عندنا في البيت، بقى عندنا كشري في البيت رسمي. بعد الدقة دي وريحة الدقة دي خلاص كده عندنا كشري في البيت. انا بحط الشطة كده في الدقة بالشكل ده زي ما انتم شايفين، ولو انت حابة تعمليها كده بره كده بالزيت زي ما انت حابة، بس بتبقى حامية قوي. انا بحطها كده في الدقة بتبقى رحمة كده شوية. شايفين بقى المنظر يا جماعة؟ وكده خلصنا خلاص. انا بحب المنظر ده قوي، بحس كده ان انا لازم افتح محل كشري كده من الصبح. اول ما بشوف المنظر ده بجيب المكونات بتاعتي كده واحطها جنب بعض بقى وابتدي ان انا اغرف احلى طبق كشري بالف هنا وشفا. جبت الاطباق بتاعتي وحطيت الاول كده شوية من الرز، وبعد كده هنزل عليهم بالمكرونة، وعندي هنا كمان العدس اللي بجبة هزين بيه بالشكل ده. هعمل اي شكل جمالي كده علشان يبقى الطبق بتاعي كده شكله جميل. وبعد كده عندي كده هنزل بالصلصة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. احلى شوية صلصة بجد، يعني الريحة تجنن. احلى، انا مش عايزة احلف يا جماعة، بس بجد احلى من الكشري الجاهز مليون مرة. وشوية ورد كده اللي هو البصل. والله يا جماعة أكلنا منه أكل ما شاء الله ما شاء الله، حاجة بجد كانت تفتح النفس. طعمه كان جميل جدا، ولادي عن نفسهم عايزين ياكلوا كشري كل يوم، بيحبوه بيعشقوا حاجة اسمها الكشري. بس طول ما احنا بناكل منه كده مش عارفين نشبع منه خالص. الكشري ده ما بيشبعش خالص يا جماعة. وطبعا مش هقولكوا على المواعين لان الفيديو طبعا شارح نفسه بنفسه، بس طبعا كل حاجة تهون علشان خاطر عيون ولادي. ولادي حبايبي ماليش بركة الا هم، ربنا يخليهم ليا ويبارك لي فيهم يا رب، اللهم امين. انا برضو اللي عليا الاستحمال، بس ربنا يهديهم يا رب ويبارك فيهم ويشوفهم احسن الناس. ومش انا كنت قايله لكم من شويه يا جماعه ان الكشري ما بيشبعش؟ ايوه ما بيشبعش خالص، وبتهضم بسرعه ومفعوله سريع. مش عارفه ليه بحس كده الكشري كده ما بيجيبش مفعول معايا، وخصوصا في الشتاء بحسه كده اكله خفيفه كده بتهضم بسرعه. بينزل كده بيروح فين مش عارفة خالص، ما اعرفش الكشري بيروح فين. فكان عندي كده شوية بطاطا، مسكتهم غسلتهم غسلة حلوة كده، وحطيتهم في الحلة كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، ونزلت عليهم بكوبايتين من المية. البطاطا ما بتاخدش مية كتير علشان كده ما تستوي معاكي ما تعجنش منك. وهحط عليها كده معلقتين كبار من السكر بالشكل ده زي ما انتم شايفين، عشان كده تبقى بطاطا حلوة ناشفة ومسكرة. ورفعتها على النار بالشكل ده وغطيت عليها علشان كده تستوي براحتها، تستوي على البخار بتاع المية كده علشان ما تبقاش عجينة منك. شايفين كوز البطاطا كده طالع بخيره ازاي؟ مش معجنة خالص، ما عجنتش مني بالعكس ده جميلة. وتمسكي كده الكوز كده بايدك مفيش حاجة تقع منك، حاجة زي الفل. ربنا يبارك لي فيها امي يا رب ويشفيها يا رب ويديها طولة العمر، هي اللي كانت بتعمل لنا الطريقة دي. واحنا صغيرين كنا نصحى الصبح كده واحنا رايحين المدرسة نلاقي كده حلة البطاطا كده تدفي قلبنا كده. ربنا يبارك فيها يا رب ويخليها لي يا رب ويديها فوق عمرها عمرين يا رب، اللهم امين. ويبارك لي في ولادي ويهديهم ويرضيهم وولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين، ويجعلهم من ناجحين يا رب العالمين، ويرزقني برهم يا رب، اللهم امين. وده بقى كان نهاية الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى بقى ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك عندي في القناة، وأتمنى من كل قلبي الفيديو يكون خفيف عليكم. ومع ألف مليون سلامة يا حبايب قلبي، وهتوحشوني لغاية ما أشوفكم الفيديو الجاي.